عايز اوصل رسالة للمشير طنطاوي، يا رب يتفرج عليها ويشوفها بس. ايه انا بقول له بقى من كل قلبي، احنا طلبنا وطن مش مشنقة للورد، احنا طلبنا وطن مش نعبدك يا واخد. ملعونة هلتك في البدلة الكاكي، ملعونة طلعتك في البدلة ملكي وميري، انداس تحت دبابتك واتضرب برصاصك وخرطوشك وقنابلك، وبرضه ألعنك يا واطي. ايوه ألعنك يا واطي، ما انا الفقير، ما انا اللي عايش بقالي كتير ذل واهانة وعيال جعانة وعظام تعبانة من الحصير، ولا حد حاسس بهم الكبير. يعني ايه الاقي من ناس من فلوس بتقول كفاية وناس بتاخد ملايين وانا وعياني جعانين؟ 18 يوم في التحرير بهتف وبطالب بالتغيير، واقول بكرة العيشة هتبقى فلة وهقول في تغيير، واتاري الثورة اتسرقت واحلام اتحرقت ورجعت تاني للتحرير انا وعيالي الكتير، وبقول يا ثورة ليه لونك بهت والحزن عشش في الحناجر، ملعون ابو اللي يجرحك حتى لو كانوا حبة عساكر. لا لا، ايه رايك يا استاذ؟ المفتتح والخاتمة هايلين. يعني لما بيشخص الداء في القصيدة بأنه اللي سرق الثورة واللي حرق شنق الورد ملعون في الآخر، ورغبتنا في البداية ان احنا عايزين وطن مش عايزين نشنق الورد، بيلخص قصة مصر من 25 يناير حتى يومنا هذا. يعني انا سمعت جزء من القصيدة في مؤتمر النهارده في نقابة الصحفيين، وكان نفسي اتعرف بالشاعر عشان اخدها منه، فكويس ان انا تبعتها بصوته واتسجلت. الله ينور يا كريم يا رحيش يا مصاب.